احنا بالنسبة لنا قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وهذه حتى المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان متفق عليها ايام ما جا هنا مع الملك فهد رحمه الله وتعني والشادلي رئيس الجمهورية الجزائرية رحمه الله، وتلاقاو في باب العسا واتفقوا على اساس ان القضية تقعد في الامم المتحدة وخلاص والعلاقات ترجع اخوية، وهكاك اللي صار من 89 بالتقريب حتى 94. قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، راها في الأمم المتحدة في باب تصفية الاستعمار. وش هو المشكل؟ احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق، ولا يشوفوا مشكل يتفضلوا. في الصحراء الغربية آملين أن تفضي مداولتنا إلى تدابير عملية وفعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده والذي لن ينتهي أبدا بالتقادم ولا بالأمر الواقع. ويأتي اجتماعنا كما تم توضيحه بهدف تهيئة ظروف وقف جديد لإطلاق النار بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، والعمل على تحقيق حل عادل ودائم يكفل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ويطوي آخر ملفات تصفية الاستعمار في إفريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي وكفاحها المسلح في بعض الأحيان، والتي أسقطت النظام العنصري الأبارتايد. يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في إفريقيا في قارتنا. وفي هذا الإطار أود الإدلاء بالملاحظات التالية. أولاً، إن انهيار وقف إطلاق النار عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 والتصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية ما هو إلا نتاج عقود من سياسة العرقلة والتعطير الممنهجة لخطط التسوية والالتفاف على مسار المفاوضات، وكذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على أراضي دولة عضو مؤسس لمنظمتنا، بما فيها الاستغلال غير الشرعي للثروات والعمل على تغيير التركيبة البشرية الديمغرافية في الأراضي المحتلة ومختلف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب في حق المواطنات والمواطنين الصحراويين العزل، ناهيك عن المحاولات غير القانونية لتغيير المركز القانوني للصحراء الغربية. وفي هذا الصدد نطلب من منظمتنا الموقرة أن تضم صوتها لصوتنا بطلب للأمين العام للأمم المتحدة بتعيين فورا لممثليه في إطار الصحراء الغربية. ونطلب كذلك من الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الإفريقي أن تعطى للمونورسو أوامر للتصدي لخروقات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. إيمانا بهذا التوجه فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار، ذلك لأن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبنا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود مفتوحة
هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين من شعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله. وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو.